في لحظات كان مفروض تعم فيها الفرح والسرور باستقبال لاعبين عالميين من النصر السعودي، إلا أن في أصوات خرجت وهي أصوات فردية لا تمثل الجمهور العراقي الكبير. تعاملوا مع نجم نادي النصر ساديو ماني بعنصرية مرفوضة جدا. يا أخي إذا كنا مجبورين نشوف نفس هاللقطات، الواحد ممكن يبلعها إذا كانت ضد لاعب مثلا عنصري اتجاه العرب، يكره ديننا، لاعب عنده مواقف سيئة اتجاه العرب. هاللعيبة ممكن نتقبل أن نعطيهم نفس ردة الفعل من بعض الجماهير، ولكن لاعب مسلم خلوق متواضع تعمل معاه هالتصرف بصراحة شيء جدا مرفوض. بصراحة ساديو ماني لا يستحق هذه العنصرية. ساديو ماني جاء من قرية لا يوجد فيها كهرباء أصلا. ساديو ماني فقد والده لأن القرية اللي كان فيها ما فيها أصلا مستشفى، ورغم الظروف ساديو ماني عمره ما رد الإساءة بالإساءة. قصة ساديو ماني بدت من الطين والمطر في قريته، قصة إنسان ما عرف الحقد والكراهية ولكن عرف الإيمان والعمل الجاد والمثابرة. تعالوا نحكي مع بعض عن قصة ساديو ماني اللي كان طفل صغير يلعب حافي القدمين في قريته ويجري وراء حلمه. ساديو ماني ولد في عام 1992 في قرية اسمها بامبالي في السنغال، وهي قرية صغيرة وبعيدة جدا عن العاصمة، والقرية كانت شديدة الفقر، ما فيها لا كهرباء ولا ملاعب ولا حتى مستشفى. وأصلا أن لاعب عالمي يطلع من هذه القرية كان أمر شبه مستحيل. حتى ساديو ماني في مقابلة له مع الفيفا قال في قريتنا ما حد يحلم أنه يكون لاعب كرة قدم، وما حد مصدق أن هذا الشيء ممكن أصلا. قال حتى أنا لما كنت أحلم بهذا الشيء كنت أضحك، وكأني كأنه يسخر من نفسه ومن هذا الحلم اللي يشوفه أكبر من الواقع. والد ساديو ماني كان إمام مسجد، وكان يتمنى ولده يكون إمام نفسه أو يكمل دراسته، وما كان معاه أصلا في موضوع كرة القدم. الظاهر أن والده ما كان عارف حجم موهبة ساديو ماني في كرة القدم. من شدة الفقر اللي كان عايشه ساديو ماني يقول لك أحيانا حتى ما كان يلعب بالكرة أصلا، كان يجمع أقمشة ويلمها على بعض ويخليها كأنها كرة ويلعب فيها. متخيلين هذا الشيء؟ وحتى أصلا أنه كان يشرد من المنزل عشان يلعب كرة قدم. من صغره كانت موهبته واضحة جدا لأصحاب الحي، كان يلعب في الملاعب الترابية ويشارك أحيانا في البطولات المحلية اللي تصير في القرية. وفي أحد البطولات شارك وهو عمره 13 سنة، وأحد الكشافين شافه واكتشف موهبته. ومن بعد هذه البطولة الكشاف هذا كلم أحد أقارب ماني وقال له نحن مهتمين بمتابعة هذا اللاعب. وبعد سنة أو سنتين تقريبا تمت دعوة ساديو ماني لتجارب الأداء في أكاديمية جينيريشن فوت في دكار. هنا صار شيء غير متوقع. ساديو ماني من كثر ما أن أهله رافضين هذا الموضوع ذهب إلى دكار 400 كيلومتر يا جماعة، وأخذ باص لمدة 7 ساعات عشان يخوض تجارب الأداء في الأكاديمية من دون علم أهله، وهذا الشيء يعتبر جنوني جدا. وطبعا لما وصل الأكاديمية الناس بدأت تضحك عليه لأن مظهره كان واضح أنه جدا فقير، حتى حذاءه غير مناسب للعب. ولكن بعد ما شاركهم التمرين وشافوا مهاراته الكل تغير رايه والكل انصدم. وبعد نجاحه في الأكاديمية، طبعا هذه الأكاديمية مرتبطة بنادي ميتس الفرنسي، وبعد نجاحه في الأكاديمية وبعد ما صار الكل يتكلم عنه بدأت توصل الأخبار لوالده وعائلته، وبدأ والده يتقبل الأمر إلى أن سافر إلى فرنسا وبدأت مسيرته الاحترافية في فرنسا. وكان يقول هذه أصعب أيام حياتي، دولة جديدة وما كنت أتكلم الفرنسية بطلاقة، وأول مرة أغترب بعيد عن أهلي في دولة جديدة، ولكن بسبب إصراره قدر ينجح. وطبعا أنا مش جاي أقول لكم مسيرته كلها، ولكن جاي أثبت لكم أن هذا الإنسان ما كان يستاهل العنصرية، وراح أذكر لكم بعض من مواقفه الإنسانية. ساديو ماني يا جماعة بنى مدرسة ابتدائية لقريته، بنى مستشفى للقرية كلفه $500,000، وهو كان متأثر بهذا الموضوع جدا لأن والده لما توفى، مرض والده كان جدا بسيط لكنه توفى لأن ما كان في مستشفى أصلا في القرية. ساديو ماني يرسل راتب شهري
لكل أسرة فقيرة في قريته. أنتم متخيلين يعني الشخص بهذه الأعمال الخيرية يعني أنت تروح تتعنصر عليه بهذه الطريقة اللي خلنا نقول فيها جهل، تصرفات فردية ما نتمنى أنها تتكرر. وأخيرا بنهي الفيديو بمقولة قالها ساديو ماني، قال أنا لا أريد سيارات فاخرة ولا طائرات خاصة، قال أنا أريد أن يرى الناس أن النجاح مهما نجحت يعني ومهما وصلت هذا الشيء لا يخليك تنسى أنت من أين أتيت. فلهذا تلاقيه دائما متعلق في قريته وما ينساهم أبدا. شكرا جزيلا.